قال الله تعالى قرآن: ويوم يعض الظالم على يديه. ربنا عز وجل قال الظالم يدخل فيها أي ظالم ابتداء من المشرك، ده أول واحد ظالم، لأنه الظلم إنه تشيل الحقوق وتديها لغير أصحاب، والمشرك شال حق الله واداه للمخلوق. فربنا قال: يوم يعض الظالم على يديه. هنا في الدنيا لو زول عنده زراعة داير يزرع الموسم، يقول لك والله أنا شايف الموسم ده ما تمام، أخير ما زرع. يقوم الخريف ربنا يبارك فوقه، والزراعة ربنا يبارك فوقها، والناس الزرعوا ربنا يغنيهم، وهو يتحسر وفاتوا الخير بيقوم بيعض اصبعه، يقول لك الله لو كان زرعنا، مع انه ده حرام، ما بجوز الزول يقول كده وده من الشرك، لكن بيعض اصبعه في الدنيا، بيعض اصبعه، مع انه ممكن الموسم الجاي يزرع وربنا يعوضه حق الفاتو كله. لكن يا اخواننا المشكله الكبيره في الاخره تعويض ما في تعويض. عشان كده الانسان يا اخواننا يحرص على الدين، ما عشان الناس، لانه روحك واحده. قال تعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. لما يشوف الملائكه بيقول: يا الله رجعوني للدنيا. ما عندك زراعه دار نظافه، عندك تجارة دار تشتغل فيها، عندك مرة دار تمشي تتزوجها، عندك أولاد دار تمشي تقرب، عندك عيان دار تمشي تزوره، شنو دار ترجع للدنيا ليه؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الإجابة كانت شنو؟ قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، يعني القبر، حياة القبر إلى يوم يبعث. فالحياة واحدة يا أخوان، إذا ما تلعب فيها. فربنا عز وجل قال: ويوم يعض الظالم على يديه، ما بعض أصبعه من الندم، بياكل يقول ماله: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت لو كان استمعت طبقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال: مالك ما طبقته؟ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. وفلانا ده انت خليت الآية والحديث وسمعت كلام، لو بقى شيء، لو بقى صاحب، لو بقى عم، لو بقى أبو، لو بقى جد. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ماله؟ لقد أضلني عن الذكر. الزول ده بعد ما القرآن جاني واضح والأحاديث جاتني واضحة، الزول ده غشان، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال: وكان الشيطان للإنسان خذولا. والشيطان ما إلا يكون من الجن، برضه في شياطين بتاعين إنس. قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.